اهلا بكم، معاكم اسلام خالد وشهاب خالد والكلام على ايه؟ فتحت بوابة النهاية. دور على حكاية السلطان ولا رشيد. فيديو النهارده يا جماعه بيتكلم عن رياكت اول 3 حلقات من اول 3 مسلسلات. المداح ورشيد وسر باتع. خش له مع المداح. نخش على المداح. انت عارفاني؟ اول حاجه المداح كانت دخلته جميله جدا، وان هو في حته الاول حلقه دي ان المؤلف او مخرج شاطر حابب ان هو يشد المشاهد ان هو يكمل بقيه الحلقه وكده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. بس احنا بقى يا جماعه لحد امتى هنفضل واقفين في الجرافيك اللي هو من لو جبت طفل صغير يجي يتفرج على الحلقه دي هيعرف ان ده جرافيك. ايوه صح. نقطة فعلا كويسة، يعني عندك الحتة بتاعت الكلب وهو واقف فوق المغارة والجن. شفت الجن؟ شفت جامد. الجن يا ما خلص، انت بتحضرني. لا بجد يعني الموضوع فعلا بيضحك، انت لما تيجي تتفرج عليه هو فعلا مشهد مضحك. حاجة مش منطقية خالص ان انا اتفرج على المشهد دوت واصدق حتى لو حمادة امام بس. ايه ده؟ اسمه ايه؟ حمادة هلال. سوري، حمادة هلال هو اللي كان بيتفرج عليه وغيره مش شايفه. لا ده مش جرافيك، ده جرافيك معمول ب3 جنيه. انت عندك في شباب كتير جدا شغالين بره جرافيك ديزايننج و3 دي ماكس وبيعرفوا يعملوا الحاجات دي كويس جدا. بس الازمه عندك في الفلوس. يعني الفلوس ما احنا عندنا كتير، احنا بنصرف كتير على المسلسلات وكده. ماشي متفق معاك، بس انت مثلا انت عندك السنه دي انت عامل كام مسلسل؟ ما بعدش يا جيمي. اول 34 مسلسل. لو انت عملت 4 بس ولا 7 حلو. مع 3 برامج، جميل جدا. 3 4 برامج مثلا، 2 قبل الفطار و2 بعد الفطار، ده كده فل قوي. فانت كده عندك ايه؟ اليوم بتاع رمضان خلص. انت بتتكلم جد؟ انت من قبل الفطار بساعة ولا ساعتين لغاية ميعاد السحور شغال مسلسلات. حلو جدا. كم الفلوس بقى اللي بتتصرف على 34 مسلسل التانيين دول لو اتحسموا كلهم في 7 8 مسلسلات وبرنامجين 3، انت فعليا مستوى الجرافيك بتاعك مش هيبقى عالي، هيبقى محترم. جميل. هيبقى مستوى جرافيك محترم يليق بان انت تتفرج على حاجة كويسة. وساعتها بقى لو حبيت تعمل حاجة تاريخية او حاجة حضارية او حاجة بتتكلم عن مصر القديمة، اللي انا عمري ما شفت حاجة بتتكلم عن تاريخنا في مصر القديم. مفيش عندك انت برضه عندك حته اللي هو ان عندك هنا كام مسلسل، يعني نصهم صعايده، يعني لازما اللي هو فاهم يعمل مسلسل واحد تاريخي، مسلسل واحد ديني، مسلسل لين كوميدي، لكن كل مسلسل صعيدي. انت جميل. انت عندك السنه دي في مسلسل ديني، مسلسل رساله الامام، مسلسل تاريخي سر باتع، ممكن نقول سر الباتع. يعني لسه ما وصلتش النقطه بتاعته، بس انت بتتكلم في نقطه اللي هو انت عندك بقى قصاده كام مسلسل بيناقش قضايا ملهاش اي 30 لازمه، والمسلسل فعليا انا بالنسبه لي كمشاهد مش هبقى مستمتع بيه. يعني مثلا نتكلم في النقطه بتاعت امبارح اتعرض الحلقه الاولى بتاع مسلسل رشيد. ده ابن اللي ما خلفتهوش. المسلسل ماشي كويس وجميل وكل حاجة، بس انا ليه اتفرج على مسلسل قصته محروقة بالنسبة لي؟ يعني هو قصته محروقة في البرنامج مع شريف عامر، وقصته محروقة في التتر، وقصته محروقة كمان في اول حلقة. يعني انت من اول حلقة اثبتت لي ان هو الاتنين دول نفس البني ادم، وايا كان بقى انت هتعرف بقى تلعب في نهايتها في اليومين اللي جايين ولا لا، دي حاجة بترجع لك كمخرج براحتك. بس انت خلاص بينت لي ان الشخص دوت اتسجن واتهان وطالع ينتقم من اصحابه اللي خانوه. قصة مش جديدة، حاجة مش هبقى متحمس ان انا اتفرج عليها. حتى لو انت يعني انا بالنسبة لي انا كزملكاوي، فبعد المشهد بتاع لقطات الاهلي ده خلاص انا بالنسبة لي المسلسل ده شت داون. يعني ده بالنسبة لي انا، لكن انا بكلمك في العادي لا. يعني انت ماشي عملت فلاش باك وفي الاخر اديتني بلوف عشان تشوقني ان انا اشوف الحلقة التانية. هتعمل ايه في الحلقة التانية؟ هتمشي المناظر برضو نفس الكادر العقيم دوت اللي هو الكادر القديم الفلاش باك، وبعد كده هتروح محول جايب لي الكادر العادي لما بعد كده بقى هو بنشوف المستقبل، فهنمشي بقى شوية في الماضي وشوية في المستقبل، ولا هتمشيه معايا ازاي؟ برضو دي حاجة مش عارف افهمها. يعني انت البلوفايه بتاعت اول حلقة تمام حلوة وكل حاجة، بس الفكرة مش جديدة، مش هقول وحشة، مش جديدة. وان انا اشوف حاجة متكررة لازم تكون حاجة واو. فلو انت شايف ان المستوى اللي انت عامل بيه المسلسل كأول حلقة ده بالنسبة لك هيبقى واو بالنسبة للمشاهد اللي شاف نفس القصة دي بفنانين مختلفين، فما اعتقدش ان الموضوع هيبقى حلو قوي. انت لازم تاخدها قاعدة. يعني في حتة اللي هو السيناريو بتاعد نفسه هو. طب ما انت عندك عملنا عملة نادرة
وحضرة العمدة والعمدة وكلهم صعايدة. ايه بهانة والغفير بهانة واخدينها وردية بتوع علوان ولا ايه؟ ماشي، ما هو انت عندك القضيه الصعيديه في مصر حلوه، يعني في ليها متابعين كتير، في ناس كتير بتحب تتفرج على الصعيد، بس في ساعات يعني انت عندك الصعيد نفسه كوميدي، ما انت في الكبير ما الصعيد برضه الموضوع هنا كوميدي، فعادي في ناس الثقافه الصعيديه عندنا او الصعيد عندنا في مصر بشكل خاص بيبقى ليه متعه، اوقات بتحب تتفرج عليه عشان في قضايا انت كقاهري مثلا ما بتشوفهاش كتير، زي الطار دي عادي ممكن يتعمل عليها افلام ومسلسلات وتعامل عليها حاجات كتير، ختان الاناث والمشاكل والقضايا ديت فعادي، فانت الحاجات دي في الصعيد انت بتتصدر ثقافتها، بس برضو كون انك تكتر منها ده بيحسسني بملل برضو فانت كويس النقطه اللي اتكلمت فيها. بالنسبه للمسلسل بتاع السر الباتع، عايزين يهدوا البلد، احنا هندافع عنها. الاغنيه جميله، الاغنيه بتاعت محمد منير جميله جدا، الدخله بتاعت المسلسل ككادرات وكتصوير حلو برافو، بس برضو احنا عندنا بعبع اسمه التفاصيل الصغيره، مع احترامي لجميع الممثلين الادوار الصغيره اللي هي الكومبارسات اللي كانوا عاملين مشهد العساكر الفرنساويين بتوع نابليون، مع احترامي للناس دي، بس هو معلش هو يعني انت كمخرج مش عارف تجيب 5 6 بيتكلموا فرنساوي يبقى عساكر فرنساويين وتنزل لي ترجمه كده وتحسسني ان انا الموضوع ده شكله جامد، بدل ما تجيب لي ناس انا عارفهم، يعني انا شفتهم في المسلسل ده وشفتهم في المسلسل ده وشفتهم في المسلسل ده، وفكره ان انا ابقى عارفهم هو مش معنى هنا ان الممثلين مش بنبقى عارفينهم، لا انا عارفهم لان الممثلين مع احترامي ليهم الكومبارسات اغلب ادوارهم كلهم بيطلعوا بياخدوا ورقه يقروا منها وبيطلعوا يقولوها، فانا عارف ان ده الشخص ده اسمه كذا والشخص ده اسمه كذا والشخص ده اسمه كذا، فانا ليه اتفرج عليه عشان احطه في دور معين؟ طب ما انا ما تلبسهولي اي حاجه بقى وقول لي ده ممثل كذا 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 وهو كان موجود ايام الحمله الفرنسيه وتريح، بس يعني يا ريت نهتم بالتفاصيل الصغيره. وطبعا بالنسبه للاستاذ احمد الفنان احمد فهمي، انا مش هقدر احكم عليه في التراجيدي لان هو لسه اول حلقه، بس اتمنى تكون بدايه كويسه ليه وان هو يعجبني، انا بحبه بشكل شخصي، يعني انا بحب الممثل احمد فهمي بشكل شخصي، والمسلسل انا كنت متحمس له، بس دايما بيبقى عندي عقده التفاصيل الصغيره دي لما بتظهر في المسلسلات اللي بيبقى مثلا مدفوع فيها فلوس كتير قوي وباين الصرف، بتخنق بقول احنا عمرنا ما هنوصل لحته كويسه. فده رأيي عن المسلسل سر الباتع، ورأيي في رشيد، وإسلام اتكلم عن المداح، وأتمنى إن احنا نعرف رأيكم في أول 3 حلقات في مسلسلات رمضان، المداح ورشيد وسر الباتع. ما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت، وتشترك في القناة لو انت مش مشترك تنزل تشترك، تفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. والكلام على ايه؟